السلام عليكم. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ هنتكلم في الفيديو ده عن الحوار اللي داير والمشكله الكبيره اللي ما بين اداره الاهلي وما بين المنتخب الاولمبي علشان اللعب في الاولمبياد. المنتخب الاولمبي طالب من عند الاهلي امام عاشور وطالب محمد عبد المنعم، وطبعا في 3 لاعبين تانيين هم كده اصلا بيلعبوا في المنتخب الاولمبي، وطلب من الزمالك اللعيبه اللي اصلا بتلعب في المنتخب الاولمبي، ومنهم 3 اساسيين بيلعبوا في الزمالك حاليا، وطلب كمان زيزو. انا عارف ان المنتخب الاولمبي كمان طلب محمد صلاح قبل كده وليفربول رفض، وطلب تريزيجيه والنادي التركي رفض، وان كل فريق بيدور على مصلحته، وان دي مش في الاجنده الدوليه. انا عارف ده كويس، لكن انا عندي راي مختلف شويه. الاهلاويه ممكن يختلفوا معايا فيه. انا عارف ان الاهلي عنده دوري وبينافس على الدوري مع بيراميدز وعنده مؤجلات كتير، وانا واحد من الناس لو الدوري راح من الاهلي انا هكون في قمه الغضب من الفريق. لكن انت عندك قايمه من 30 لاعب، وانت عندك واحد زي كولر ده عمال بيدور كل شويه، مره يلعب لك طاهر ومره يلعب لك قفشه ومره يقعد قفشه ومره كهربا ومره يقعد كهربا، ويعني بيلعب كل الناس، وفجاه تلاقي واحد بعيد بقى قريب وبيلعب اساسي. يعني انت عندك فريق كامل تقدر تلعب فيه، عندك فرقتين. النادي الاهلي مش هيقف على محمد عبد المنعم ولا هيقف على امام عاشور، انما منتخب مصر اللي رايح يمثل مصر ده لو راح وعمل بطوله كويسه هيرفع اسم مصر فوق، بجانب كمان ان انت هتسوق لاعيبتك دي في البطوله دي. انت لما تبعت واحد زي امام عاشور ولا واحد زي محمد عبد المنعم هو اصلا عايز يحترف، هتقدر ان انت تسوقه تسويق كويس. فرصه، والفرصه دي مش موجوده كل سنه، مش موجوده على طول، لان انت في المنتخب الاول لا انت عارف تسوق لعيبه ولا انت عارف تعمل حاجه، لانك ما بتلعبش في افريقيا زي الناس، ولا حتى ممكن تروح كاس عالم وتعمل فيه مباريات زي الناس. فانا شايف ان البطوله دي هي اللي ممكن تسوق لك اللعيبه. حتى زيزو لما يروح انا شايف ان زيزو ممكن يتسوق كمان بطريقه كويسه هناك. طبعا زيزو هو العمود الفقري لنادي الزمالك، وهنقول بقى اصل هو استغنى عنه عشان خاطر الزمالك ما بينافسش على الدوري لكن عندك الزمالك لسه بيلعب في الدوري ما بطلش وعايز يسوق لعيبته. انت في نهايه الموسم، وكمان زيزو لحد دلوقتي لسه ما جددش، مش عارفين هيجدد ولا هيتباع ولا هيسوقوه ولا هيعملوا بيه ايه. فكان الاولى ان زيزو يقعد يلعب معاهم في الدوري ويلعب في الكاس، لكن اداره نادي الزمالك بدت مصلحه الوطن على مصلحتهم، وقال لك ما فيش مشكله، اللي عايزه المنتخب هنديهوله، مع ان اتحاد الكوره اصلا ما عبرش الزمالك في طلباته. يعني المفروض الزمالك هو اللي كان يرفض ان هو يتعاون مع اتحاد الكوره، وحقه ما كانش حد هيلومه، لانه اصلا ما فيش اي اجنده دوليه محطوطه تقول لك لا وقف اللعيبه ديت واديها للمنتخب، انت مش مجبر على ده. ومع ذلك الزمالك عمل ده. فبصراحه انا بحيي اداره كابتن حسين لبيب ان هو اعلى مصلحه المنتخب والوطن على مصلحه النادي وعلى المشاكل اللي بينه وما بين اتحاد الكوره. يعني احنا في المشكله دي من باب اولى اللي كان يعترض واللي يقف في وش اتحاد الكوره هو نادي الزمالك. لكن النادي الاهلي بصراحه انا شايف ان هو متعنت في الموضوع ده. المفروض ان هو يسمح لاي لاعب يقدر يشارك في البطوله دي ان هو يشارك علشان يقدر يسوق نفسه كويس ويقدر يستفيد من اللاعب بعد كده. انا عارف ان الاهلاويه مش هيعجبهم كلامي، لكن والله انا اهلاوي جدا وبحب الاهلي، وعايز بطوله الدوري تكون السنه دي مع الاهلي، وعايز بطوله الكاس، وعايز كل البطولات تكون مع الاهلي. لكن انت عندك 30 لعيب، انت فريق كبير، اي حد بيلعب في النادي الاهلي لازم يبقى قد التيشيرت اللي هو هيلبسه. ما ينفعش نقول اصل ده كذا وده كذا. انا عارف ان في لعيبه اساسيين في الفرقه، لكن انت ما فيش مشكله، انت القصه كلها ده اسبوع ولا اسبوعين، الليله كلها هم يلعبوا مباراه مباراتين، مش هيكملوا، يعني مش هيوصلوا النهائي، يعني مش هيقعدوا شهر، هيخلصوا ويرجعوا على طول. نتمنى ان هم يروحوا يكملوا النهائي، لكن ده مش هيحصل يعني. بس هو احتكاك كويس، تجربه كويسه للاعبين هيستفيدوا منها، وكمان انديتهم هيستفيدوا. بس كده انا حبيت اقول رايي في الموضوع ده، وبحترم كل الاراء اللي ممكن تتفق معايا او تعارضني. احنا في الاخير مش هنزايد على بعض، وكل واحد شايف مصلحه النادي ومصلحه بلده من وجهه نظره. فكلنا بنحب مصر وكلنا بنحب انديتنا، لكن الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. شكرا ليكم، ونشوفكم في فيديوهات تانية. ويا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشرفني ويشترك في القناه ويعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن. شكرا لكم مره تانية، سلام.